بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده فيديو جديد هيكون مختلف شوية. يعني المرة دي انا اللي هنفذ طلباتكم. عايز يعني تعليقات ليكم، تقولوا لي ايه الاختبارات اللي انتوا عايزيني اعملها في الساعة ال 159 دبليو الكاسيو الاصلي وانا اعملها لكم. حابين ابدأ بايه كاختبارات؟ اقول لكم ازاي. يعني حابين مثلا اللهم صل على النبي، انا اعتبر بضحي مثلا نحطها في ميه وفي كوبايه او في شفشه او حاجه، احطها في الفريزر لمده يومين ثلاثه ونطلعها ونخلي التلج يفك، وبعد كده نشوف اختبارها في الميه هل استحملت ولا ما استحملتش نسبة الضغط بتاع التلج واللي هي هتخش فيه، ولا لا هتشبر ولا مش هتشبر والكلام ده كله. اختبار تاني مثلا ممكن نشوفها مثلا تستحمل العمق 3 4 5 متر ولا لا. اختبار مثلا يعني مثلا خبط الوقوع، مثلا تقع مثلا من علو 3 4 10 15 متر، كل ده في ايدينا. اكتبوا لي تعليقات ونشوف ايه اكتر اختيار انتوا حابينه وهنعمله. اشوف مثلا اكتر تعليقات ايه في الاختبار اللي انتوا محتاجينه، او هنجربه في الساعة ونجربه. لعلم الاختبار هيتم على ساعة اصلي ونشوف كفاءتها قد ايه. انا بضحي يا جماعه الساعه، وبضحي في وقت ان الساعه فيه سعرها رفع مهوله، او معنى صح الجنيه اللي نزل شويه، يعني هو يكون سعرها هو ثابت. فاستنى تعليقاتكم واستنى لما الاقي تفاعل على الفيديو فعلا، وان شاء الله نعمل اكتر اختبار عليه عليه تصويت. يعني الاختبار اللي انتوا حابينه كده هنجرب عليه، كل واحد حسب استخدامه. يعني لان حابب ان الساعه تستحمل الخبطات والوقوع وكده. نقول مثلا حوار الخبط والرزع، يعني مثلا او انا احدفها او الكلام ده كله. ان انتوا حابين تشوفوا اختبارها في الوقوع، الازاز او الماتيريال بتاعها يستحمل وقوع ولا لا. حد تاني حابب ان هو يجيبها عشان خاطر العوم والسباحة والغطس وكده، نجرب نشوف هتستحمل عمق قد ايه. حد تالت مثلا فكره غير تاني خالص، عايز يشوف استحمالها في قوة تحمل المية وضوء بتاع. يعني مثلا عايز يختبرها في حوار المية السخنة والمية الساقعة برضه نختبرها. فنشوف اكتر تصويت او اكتر اقتراحات للاختبار اللي انتوا عايزينه وهنعمله. تمام. ما تنسوش الاشتراك، استنى التفاعل بتاعكم، وان شاء الله اول ما الاقي ان اكبر تفاعل او اكتر تصويت على حاجة معينة هعملها لكم، وان شاء الله مش هتأخر عليكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وهستنى التصويت بتاعكم. شكرا.